السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجالة السيارات، أهلا ومرحبا بيكم في فيديو جديد. إن شاء الله بإذن الله في الفيديو ده هنتكلم عن حاجة مهمة جدا، ألا وهي ترمبة الزيت بتاعة دايرة الهيدروليك اللي موجودة جوه الجير بوكس الأوتوماتيك اللي هو ال A245E اللي احنا واخدينه كمثال علشان خاطر ندرس الجير بوكسات الأوتوماتيك، وإن شاء الله بإذن الله يبقى معاك الساينتفك بيز اللي تقدر تبني عليه بعد كده وتعرف كل الاختلافات في الطرازات والموديلات المختلفة. بنروح بعد كده ليه الوش بتاع الجير بوكس. الوش بتاع الجير بوكس ده اللي هو الزهره تمام اللي بيركب فيها محول العزم. بلاقي ايه؟ بلاقي حاجه مهمه جدا. لاحظ معايا، بلاقي ان في عندي هنا اتنين اكسين، وعلى كل اكس فيه مراود زي ما حضرتك شايف اللي هي اسنان. يعني الاكس اللي جوه ده عندك هو اكس ايه يا فندم؟ هو اكس التربينه، وبالتالي التربينه عندك بتلف. الاكس ده متصل مع التربينه بالمراود اللي موجوده عندك هنا دي، وبالتالي الاكس ده بيكون الانبوت شافت اللي رايح علشان خاطر يدور كل الميكانيكس اللي داخل جسم الجير بوكس. بينما الاكس التاني اللي موجود عندك هنا ده هو الاكس الثابت اللي بيتركب عليه الستيتور علشان خاطر يخلي عندك هنا الستيتور ثابت وموجود داخل جسم محول العزم بتاعك، ويقدر ان هو يقوم بالوظيفه بتاعته في توجيه الزيت داخل مين يا فندم؟ اللي داخل الترومبه. تمام، توجيه الزيت اللي داخل الترومبه، ودي المعلومه اللي انا قلتها لك واكدت عليها في الفيديوهات اللي فاتت. لاحظ معايا بقى الفتحه اللي موجوده عندك هنا دي في اكس التربينه، دي اللي بيطلع منها زيت اللوك اب كلاتش. فاكر الدايركشن كنترول فالف اللي انا كنت قلت لك بيبعت زيت علشان خاطر يعمل عمليه اللوك اب اللي هو يخلي كل من التربينه والبامب الاثنين مرتبطين مع بعض ارتباطا ميكانيكيا، وبالتالي ما يكونش فيه اي نسبه فقد في نقل الباور. فاكر الكلام ده؟ الزيت بقى بيجي من هذه الفتحه. طيب شايف الفتحه الثانيه اللي بين عندك الاكسين؟ هذه الفتحه هي اللي بيجي منها الزيت بتاع محول العزم شخصيا. طيب خلي بالك معايا، محول العزم ده لو فاكر كان ليه زور كده انا كنت وريته لك. الزور ده بيخش يركب بقى في هذا الفراغ. طيب علشان خاطر الزيت ما يهربش ويطلع من محول العزم، بيكون زي ما حضرتك شايف كده موجود فيه سيل علشان خاطر الزيت ما يطلعش لبره. فهذا الديناميك سيل بيقطع على الزيت وما بيخليش الزيت يطلع من داخل محول العزم. تمام كده؟ فهمنا الموضوع ماشي ازاي؟ بعد ما بنحل الوش، ولاحظ معايا كده ان المسامير اللي انا بشاور عليها دي هي المسامير اللي هتحل لك الوش. وعندك هنا المسامير اللي انا بشاور عليها دي هي مسامير زهره محول العزم اللي بتركب فيه الزهره بتاعه الحدافه علشان خاطر اربط الموتور والجير بوكس الاثنين مع بعض. غالبا بتكون ستارزات، الستارز بيركب فيه زهره الحدافه، وتخش عندك هنا الفتحات اللي موجوده في زهره الجير بوكس وتقرط عليهم بصواميل. تمام كده يا فندم؟ فلما انت حليت الوش اخدت الترومبه معاك بره، وظهرت عندك هنا الحاجات اللي تحت الوش. ايه ده؟ دي عندك هنا مجموعه التروس الميكانيكس، العضلات بتاعه الجير بوكس. عندك هنا في عمود الخرج. عمود الخرج ده اللي هو بياخد الناتج النهائي بتاع مجموعه التروس، ده نسب التخفيض يعني. تمام، ياخد الناتج النهائي بتاعتها ويروح جاي مسلمها للديفرنشال اللي انا باذن الله هشرحها لك بالتفصيل. ولاحظ هنا ان الديفرنشال بيلت ان جوه جسم الجير بوكس علشان خاطر دي عربيه ايه يا فندم؟ عربيه جر امامي. تمام يا فندم؟ طيب عندنا بقى الجزء المهم جدا اللي احنا هنتكلم عليه النهارده، الا وهي مين؟ الا وهي ترومبه الجير بوكس. لاحظ معايا، ادي عندك هنا الشكل والوصف التفصيلي لترومبه الجير بوكس. زي ما حضرتك شايف بيكون في عندك هنا هذا الفرونت كفر، تمام اهو، اللي هو لونه برتقاني. تمام، وده بيكون عندك متثبت في الجسم بتاع الجير بوكس شخصيا. تمام، بيكون في عندك هنا الرير كفر اللي هو الجزء الخلفي، وده بيكون متثبت عندك في الغطاء الامامي. يعني ده متثبت عندك في ده، جميل جدا وزي الفل. طيب في النص عندك بيكون في ايه؟ في النص عندك هنا بيكون في ترسين، بيكون في درايف جير الترس القائد، ودريفن جير الترس المنقاد. وهذا الترس القائد والترس المنقاد يعملوا لي ترومبه، وهذه الترومبه هي ايه يا فندم؟ هي ترومبه ترسيه مالها ذات تعشيق داخلي. كنت شرحتها لك قبل كده في ترومبات الزيت بتاعه المواتير، فاكر؟ كنت شرحتها لك قبل كده، ولكن هشرحها لك مره ثانيه برضو ان شاء الله باذن الله. طيب اللي لونه ابيض ده هو ايه يا فندم؟ ده الانبوت شافت اللي اخذ من التربينه اللي مسلم جوه لداخل الجير بوكس. لاحظ بقى ان هذا الترس اللي لونه موف تقريبا بيكون عليه 2 زومبا اهو، اللي انا بشاور عليهم، ادي زومبا وادي الثانيه. هذه الزنب بتركب عندك على مين؟ بتركب على الانبوت شافت اللي هو واخد من التربينه، وبالتالي طول ما المحرك عندك داير، طول ما البامب دايره، طول ما التربينه هي كمان دايره، طول ما الاكس ده داير، يبقى طول ما المحرك داير الاكس ده عندك هو كمان ايه؟ الاكس ده هو كمان عندك بيلف، وبالتالي بيبتدي ان هو يلفف عندك هذا الترس القائد. طيب فكره عمل الترومبه بمنتهى الاختصار ماشيه ازاي؟ تعالى نشوف عندك هنا
لو في رسمه توضيحيه، ادي عندك هنا في رسمه توضيحيه جميله جدا. ادي عندك هنا الترس القائد، وادي الزومبتين اللي انا بتكلم عليهم. ادي عندك هنا الترس المنقاد اللي هو حر الحركه ان هو يلف في هذا المسار الجميل. وعندك هذه الهلاله الجميله اللي انا بستعملها علشان خاطر تحبس الزيت جوه الاسنان. فبمنتهى البساطه تمام، لو الترس ده بيلف على حسب اتجاه السهم اللي انا رسمه، ايه اللي هيكون حاصل عندك هنا؟ السنان بتاعت الترس الصغير بتسيب سنان الترس الكبير، وبالتالي الحجم بيزيد، الضغط يقل، فتحصل عمليه السكشن من المسار الواسع. تمام. بعد كده اسنان الترس الكبير واسنان الترس الصغير تحبس الزيت جواها وتمشي تعدي على الهلاله لحد ما نتقابل هنا. تمام. بيحصل عمليه ميشنج، تعشيق، يعني الحجم عندك هنا ما بين الاسنان هيقل، وبالتالي الضغط هيزيد، وبالتالي تحصل عمليه الطرد في هذا المسار الضيق. تمام يا فندم. دي بمنتهى الاختصار الترومبه بتاعه الزيت. ترمبة الزيت دي تمام بيتحط قصادها تقريبا معوقة، يعني تحصل حوالي 25 بار، فهي تقريبا بتبقى شغالة على 25 بار. تمام كده يا فندم. ادي عندك هنا شكل تاني، زونة بالترس الداخلي والترس الداخلي. ادي عندك هنا الترس الخارجي. تمام. ادي تمام عندك هنا الوش الامامي، وادي عند حضرتك هنا الوش الخلفي. تمام كده. في حد مش فاهم اي حاجه في ترومبه الجير بوكس؟ احنا كده فهمناها كويس جدا وما فيهاش اي مشكله خالص. تمام. واعتقد ان احنا كده قطعنا على كل الحوارات اللي موجوده في هذه المنطقه. اتمنى تكون كل الناس استفادت، وان شاء الله باذن الله نتقابل في فيديو جديد. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى